السلام عليكم احبائي اللي راهم يتابعوا في هذه القناه تاعي. اليوم ان شاء الله غادي نديكم هذه الوصفه سهله ماهله وما تكلفش، صيفيه تانيك. هنايا بعد ما حطيت الزيت في المقله نتاعي 3 مغارف، غادي نضيف عليهم ثوم مقطع قطع صغيره ولا رابي كيما تحبي، نحمروها يا مليح. فوالا هذه، ونزيد عليها هذه الطوماطيس اللي كنت كونجليت هذا مسبق، نحطها ونديرها نار قليله ونخليها طيب على خاطرها. هاي كيفاش ديكونجلات وطلقت روحها. نزيد عليها هذا وريقه تاع الرند، نزيد عليها هذا شويه كمون، شويه فلفل كحل وشويه ملح. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بعد ما طابت هاي كيفاش رجعت لنا، رجعت اون صوص اونكتيوز ما شاء الله. وانا هذه لاصوص اللي نحبها، ما نبغيش هذيك لاصوص اللي تجي ميها ويجي فيها الماء بزاف. بعد لي كملت، جبت هاد الكابويه تاعي اللي كانت عندي في الفريجيدير، قطعتها اون لونغور ولا تقطعيها هكا اون رونديل ولا كيما تبغي. نقليها كيما نقلو الدنجل نفس الشيء، نحمرها على جهتين. سهله، ما تاخذلكش الوقت بزاف. هنا بعد ما كملت قليتها، جبت الصحن تاعي تاع التقديم، حطيت لاصوص طوماط تاعي اللي كنت طيبتها مسبق، سي كوم ديكور برك. حطيتها هكا في الصحن، شوفوا كيفاش جات لاصوص روعه. هايله. وتزيني هذيك من الفوق بالكابويه نتاعك اللي كنتي قليتيها، ولا مام تكون عندك دنجله كيما تحبي. هايله ديكوريتها وحدي. وداك اللي يبقى لاصوص طوماط نعاود نحطها من الفوق، نزينوه بالمعدنوس. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الجميع، وان شاء الله نتلاقى ان شاء الله في وصفه اخرى ان شاء الله.